الموبايل اللي معانا النهارده ده فيه كل حاجه موجوده في موبايلات الفلاج شيبس اللي كسر سعرها ال 1000 دولار، يعني جايب اقوى معالج في العالم موجود في فلاج شيبس عادي جدا، وبشاشه احسن من شاشه الفلاج شيبس كمان، وبطاريه اعلى منهم، سرعه شحن اسرع منهم، وكاميرات تقريبا زيهم بالظبط. ايوه يا جماعه، احنا معانا النهارده الشاومي 15 تي برو الجديد، ولو مش واخد بالك فده اول فيديو في الوطن العربي كله للموبايل ده، وبصراحه ده مجهود يستحق اللايك دلوقتي حالا وسبسكرايب لو اول مره تشوفني على يوتيوب. ومن غير كلام كتير يلا بينا حالا نفتح العلبه ونشوف الموبايل السفاح ده عامل ازاي. مبدئيا النسخه دي نسخه من اوروبا، فهي بس العلبه بتاعتها مش علبه كامله، ولكن النسخه بتاعت الوطن العربي بتبقى جايه فيها كل حاجه. نسخه اوروبا بيبقى جاي فيها ايه بقى يا باشا؟ معاك دبوس السيم كاردز عادي جدا، ومعاك كابل الشحن في العلبه، وطبعا الورق بتاع اوروبا زي ما قلت لك انا جايبه من اوروبا يعني. وده الجراب اللي جاي معاه، جراب مش شفاف عشان ما يصفرش منك، جراب نظيف خامه حلوه كده تقعد معاك تعيش سنين من غير ما يتبهدل ويصفر وكده. طبعا نفس الجراب ده هيبقى في نسخه الوطن العربي عادي. تعالى بقى كده نطلع الموبايل، بسم الله. واو، لا 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 لا، ايه ده؟ هو ايه ده بجد؟ يعني دي شاومي؟ دي شاومي اللي احنا عارفينها يعني الموبايلات دي ده كده جاي من شاومي عادي. جولد غامق كده تحسه برونز لحد ما، شكله شيك قوي يا جماعه. والمربع بتاع الكاميرات كمان اللي الحواف بتاعته بتلمع عكس الظهر مطفي تماما، ما بيبصمش ولا بيتلحوس، هيفضل نظيف معاك. ظهر ازاز طبعا، خامه نظيفه جدا، والفريم هنا طبعا من المعدن، ملمس شبه الايفون بالملي. الموبايل هتلاقي فيه مدخل شحن تايب سي، والسماعات موجوده، مدخل سيم كاردز موجود هنا برده. من هنا على الجنب عندك زرار الباور، ومعاك زرار الفوليوم اب وداون، ومن فوق مفيش اي حاجه، من على الجنب الثاني مفيش اي حاجه. وماسكه الموبايل في الايد بقى يعني مع الكيرفات الموجوده في الظهر دي وفي الفريم مخليه بجد مسكته ممتازه. يعني الموبايل بجد 10 من 10، انا حاسس كاني ماسك موبايل فلاج شيب عادي، فاهم؟ طب ما تيجي نتكلم عن شاشه الموبايل، واللي بالمناسبه هي اعلى من الفلاج شيبس في حاجات. شاشه الموبايل ده هي شاشه اموليد ولكن بريفريش ريت 144 هرتز يا جماعه. ايوه اللي سمعت صح، 144 هرتز في موبايل مش فلاج شيب يعني، فاهم؟ يعني اصلا ال 16 برو ماكس والاس 25 الترا الاثنين مع بعض كل واحد فيهم جايب 120 هرتز، انما ال 15 تي برو من شاومي جايب شاشه 144 هرتز، معناه ان في سكرولنج انعم كتير واسرع واسلس من شاشات الفلاج شيبس. وانا والله ما صدقتش الا لما دخلت هنا كده جوه وبعدين ديسبلاي ولقيتها مكتوبه، يعني هو مش بيضحك عليك يعني. من هنا كده هتلاقي ريفريش ريت 144 عادي كده كاجوالي كده، الموبايل فيه 144 هرتز. دي حاجه طبعا ممتازه في السكرولنج والاستخدام اليومي في السوشيال ميديا. مثلا هتفتح انستجرام وتسكرول براحتك كده، هتلاقي النعومه والسلاسه موجوده بشكل رهيب، يعني حرفيا احسن من شاشات الفلاج شيبس. نقطه. بالنسبه لمستوى السطوع فهو تقريبا زيهم. اعلى مستوى سطوع هنا هو 3200 نتس، وده على فكره اعلى من الاس 25 الترا، ولكن ده مش اعلى بيك برايتنس في اي موبايل. يعني في موبايلات فيها متوسطه شاشتها اعلى من ده كاعلى مستوى سطوع بتوصل له الشاشه، ولكن هي مش لعبه ارقام بس، الفكره اهم حاجه تحت اشعه الشمس عامل ازاي، والموبايل ده انت هتشوفه كويس جدا يعني مفيش فيه اي مشكله يعني. كمان شاشه الموبايل هنا بتدعم الاتش دي ار 10 بلس والدولبي فيجن، وكمان واخده كل الشهادات اللي بتاكد ان الشاشه دي بتحافظ على عينك. فكره انها بتخرج ضوء ازرق اقل وفليكر فري، فده بيخلي شاشه الموبايل امن على عينك، مش بتضرها اكتر زي اي شاشه ثانيه، ودي حاجه مفيده لو بتستخدم موبايلك كتير. البيزلز او حواف الشاشه الموجوده هنا بجد صغيره جدا، خلاص كانها زي الفلاج شيبس بالظبط، كانك ماسك الشاشه في ايدك مع هول بانش في نص الشاشه. حجم الشاشه هنا مثالي، هو 6.83 انش، نفس الحجم الكبير بتاع الفلاج شيبس. وبما ان الشاشه هنا اموليد فالبصمه جايه تحت الشاشه، والبصمه السريعه الصاروخيه الالتراسونيك اللي مفيش فيها اي يعني تضحيه، فاهم؟ انت بتلمس بيفتح معاك على طول، ما بيغلطش في مره، يعتمد عليه جدا في كل سيناريوهات اليوم. وبغض النظر صبعك بقى مبلول او ناشف او ايا يكن، يعني في موبايلات ثانيه بيقول لك دايما لازم صبعك يبقى مبلول سنه، لا لازم يبقى ناشف مش عارف ايه، لا هنا يا باشا الموبايل بيفتح في اي سيناريو. وعلى سيره الخامات النظيفه والتقفيل الممتاز من شاومي المره دي، الموبايل كمان جاي ضد الميه والتراب بريتنج اي بي 68، فينزل معاك عادي جدا تحت الميه من غير اي مشاكل. ولكن برضو ده مش اقوى معيار امان في كل الموبايلات في سعره، لا في موبايلات ثانيه من شركات منافسه ممكن تقدم لك معيار امان اعلى، بس الموبايل ده لو نزل عليه ميه ولا حاجه يعني صدقني مش هيحصل له اي حاجه عادي. بقول لك هنا قبل ما نكمل الفيديو كده، حاسك نسيت تعمل لايك للفيديو، انا عايز اوصل الفيديو ده لو سمحت ل 3000 لايك، يعني اتمنى نعرف نعملها يعني لو سمحت. ما جايب لك الموبايل اول واحد في الوطن العربي، اعمل ايه تاني يعني؟ فيلا نوصل ل 3000 لايك، دي حاجه هتبسطني جدا وتساعد في انتشار الفيديو، وشكرا جدا ليكم. طيب ما تيجي نتكلم عن سرعه الشحن والبطاريه بتاعت الموبايل ده، واللي هم بالمناسبه اعلى من الفلاج شيبس. بطاريه ال 15 تي برو بطاريه كبيره اكتر من متوسط الموبايلات، وكمان جاي بسرعه شحن اعلى من سرعه شحن الاس 25 الترا والايفون 16 برو ماكس مع بعض. انت لو جمعت سرعه شحن الموبايلين اصلا مش هتلاقيها واصله 80 واط، انما سرعه شحن الموبايل ده اللي بيدعمها هي 90 واط بالكابل و50 واط وايرلس، فالموبايل ده فعليا بيشحن بسرعه شحن اعلى من سرعه شحن الفلاج شيبس كلها. شكرا. فانا بجد مش فاهم هم ازاي عاملين الكومبو ده، يعني انت كل حاجه بتعلي على الفلاج شيبس فيها وحاطط لي موبايل بسعر اقل، طب ازاي؟ يعني مش فاهم بصراحه. ما علينا عادي مفيش مشكله، تعال نكمل. المعالج الموجود في الموبايل ده هو معالج فلاج شيبس حرفيا، الدايمنستي 9400 بلس، معالج من ميديا تك 3 نانومتر، ومعالج ممتاز معماريه حديثه 3 نانومتر، فمعناها ان هو اسرع معاك، وكمان موفر في
البطاريه، فالموبايل ده بيقضي معاك اليوم عادي جدا. ولو تفتكر يعني فيفو اكس 200 برو الموبايل اللي كان سعره 1200 دولار تقريبا، البرو تمام كان جاي بدايمنسيتي 9400، ده 9400 بلس، انت فاهم ده اعلى كمان منه. كمان المساحات بتاعت الموبايل هنا بتبدا من 12 256، وفي نسخه 12 512، وفي نسخه 12 1 تيرا بايت. انت معاك كل الفاريانتس اللي انت عايزها، من اول سعر رخيص هقول لك عليه في اخر الفيديو لحد سعر يعتبر غالي لل1 تيرا طبعا لو انت عايز نسخه يعني مقفله اللعبه. الرامات هنا من النوع LPDDR5X، والانترنال ستورج UFS 4.1، فسريعه معاك. سيبك بقى من الارقام والدنيا دي، فكره بقى التجربه الفعليه ايه بقى؟ ايه الموضوع؟ بص يا باشا، الموبايل ده سريع جدا، يعني انا بكلمك بجد سريع سرعه جنونيه، يعني ما بيعلقش ما بيهنكش، مفيش فيه اي لاج او اي حاجه، تلاقي كل الانيميشنز دايما سريعه وبتفتح معاك بسرعه كده وتقفل بسرعه، الدنيا سهله معاك كده وسريعه. وفعلا هو زيه زي الفلاج شيبس ما بيعلقش، فما تقلقش خالص من استخدامك اليومي اللي هو فكره السوشيال ميديا، البرامج اللي بتفتحها كل يوم، يعمل فيديو كولز والحاجات اللي هتقعد تعملها دي كلها، الموبايل عادي جدا مأدي فيها وسريع جدا. طيب بالنسبه للالعاب بقى، وده جزء مهم جدا، تعالى نفتح ببجي كده. زي ما انت خدت بالك انا فتحت ببجي على طول، هي لسه فاتحه في الباك جراوند. الرامات هنا عادي جدا بتشغل الالعاب والابلكيشنز في الباك جراوند عادي من غير ما تقفل، دي ميزه بتوفر معاك في البطاريه وفي نفس الوقت بتديك اداء اسرع للموبايل. زي ما انت شايف الموبايل بيلعب على سموز والترا اكستريم، يعني 120 فريم ثابتين. والاوبشن الجديد على فكره بتاع ببجي اتضاف هنا السوبر سموز اللي هو البيتا فيرجن. السوبر سموز دي حاجه يعني ايه كواليتي قليله قوي، ولكن احنا هنلعب على سموز مع الترا اكستريم. ممكن يلعب عادي جدا على اتش دي ار واكستريم او الترا اتش دي ار كمان تحملها يعني. وبالمره خليني اعلي لك صوت الموبايل بقى وتسمع صوت السماعات الاستيريو، صوت سماعات محيطي مجسم وبيدعم الدولبي اتموس كمان. اسمع بقى، اسمع ضرب النار، صوت طالع من ناحيتين. لو بتلعب لعبه من غير سماعات يا باشا انت عادي كانك لابس سماعه، انت سامع الضرب جاي من هنا ولا من هنا، الراجل او الخطوات اللي جايه دي من وراك ولا من قدامك، فاهم؟ بتقدر تحددها بجد. صوت السماعات حلو حلو قوي هنا وعالي بالمناسبه. ابلع الاولاني. لا يا جماعه الموبايل اداؤه عالمي. على فكره وانت بتلعب كمان ممكن تسحب من هنا كده على الجنب وتعمل بوست تعلي اداء الموبايل كمان عشان يبقى 120 فريم، يعني خلاص ما بينزلوش غير ل 119 مثلا، بينزلوا فريمين بس، يعني تبقى اللعبه معاك سموث تماما يعني. زي كده جبت الكلايه على طول ولسه عايش الحمد لله، كانوا هيموتوني. ادي تالت كيل كمان. يلا يا حكيم درعم درعم يا عم حكيم. ابلع. قتلني ماشي. لا اداء الموبايل اسطوري الصراحه، موبايل للالعاب درجه اولى يعني. عايز اقول لك كمان الموبايل هنا بيدعم الواي فاي 7، فيعني ككونكتيفيتي يعني الموبايل هنا ممتاز ومن احدث الشيبس الموجوده يعني. ابلع. قتلني ماشي شكرا جزيلا. شفت اداء الموبايل بجد عالمي، مفيش فيه اي مشكله خالص. لو انت راجل جيمر وبتلعب العاب تقيله على الموبايل ده هيسد معاك عادي جدا، تلعب 120 فريم ثابتين، ولو لعبه بتلعب 144 هتلعب 144 عادي، فاهم؟ اعلى من كل الفلاج شيبس اللي موجوده في السوق دلوقتي. طب ما تسيبك بقى من الاداء والالعاب ومش عارف ايه، تعالى اكلمك على الكاميرا. يعني شوف برضو حتى الكاميرات سفاحه هنا مش طبيعيه. هو الموبايل يبان لك فيه 4 كاميرات ولكن هو فيه 3 كاميرات بس في الظهر. الكاميرا الرئيسيه الوايد هنا 50 ميجا بكسل اف 1.62، فتحه عدسه واسعه تدخل لك ضوء اكتر، تعمل لك عزل احسن، وكمان افضل في ظروف الاضاءه الليليه. مع اللايت فيوجن 900 السنسور ده يعني اولموست 1 انش. وعامه هم مسميين سيستم الكاميرات هنا مسمى كده اسمه فيريو ساميلوكس، وده اللي هو يعني بيقول لك انه سيستم كاميرات يغطي لك كل السيناريوهات بتاعتك. انما الكاميرا السوبر تيليفوتو بتاعتهم هنا 50 ميجا بكسل اف 3.0 وبمستشعر من سامسونج الجي ان 5. والكاميرا التيليفوتو دي بتصور لك 5 اكس اوبتيكال زوم وبتوصل معاك ل 100 اكس ديجيتال زوم، ولكن بيقول لك على حاجه مهمه قوي، ان معاك لحد 10 اكس زوم الى حد ما هو يعني ديجيتال، ولكن هم السوفت وير بيعرف يعالجها كويس قوي كانها اوبتيكال، فاهم؟ فانت ممكن تقرب 10 اكس بالموبايل ده عادي وتشوف الصوره كويسه يعني. انما اكتر من 10 اكس خلاص بقى التفاصيل كلها بتبدا تروح وهكذا. واخيرا كاميرا الترا وايد عاديه جدا 12 ميجا بكسل اف 2.2 عاديه بيزك كاميرا عادي 12 ميجا بكسل، ممتازه في ظروف الاضاءه الكويسه جدا، ولكن مش تبقى احسن حاجه في ظروف الاضاءه الليليه المظلمه اللي ما فيهاش اضاءه. الكاميرا الوايد هنا صورها ممتازه، البورتريهات حلوه جدا، العزل معمول كويس قوي، الوان الصوره حلوه، معالجه الصوره من لايكا بقى مع شاومي وبتاع بجد ممتازه. البروسيسنج بتاعها بجد حلو جدا، وعندك طبعا المودين بتوع لايكا اوثنتيك ولايكا فايبرنت، ولكن انا ستيل بحب برضو لايكا فايبرنت زي ما قلت لكم قبل كده، بحس الصور متشبعه الوانها كده وحلوه يعني. وفي ابلكيشن الكاميرا من جوه عندك هنا اوبشن الدايناميك شوت اللي هو زي اللايف بتاع الايفون، يصور لك صوره وفيديو في نفس الوقت، وعندك الموشن كابتشر كمان اللي هو لو في اي حاجه بتتحرك قدامه بسرعه الكاميرا على طول تلقطها حتى لو انت ما دوستش اصلا عليها ان انت تصور. وعندك جوجل لينز هنا كمان ممكن تستخدمها من الابلكيشن من جوه على طول بيفتحها لك. والبورتريهات 1 اكس 2 اكس 5 اكس، فكره ان في 5 اكس
اوبتيكال زوم دي جامده قوي يا جماعه، كاميرا قويه هيطلع لك صوره زومد ان قوي ولكن بكواليتي ممتازه من غير ما تخسر تفاصيل. والكاميرا الخلفيه هنا بتصور فيديوهات معاك لحد 8K 30 فريم في الثانيه يا جماعه، و4K لحد 120 فريم، ودي ارقام ممتازه، ارقام فلاج شيبس حرفيا. فانت لو عايز تصور محتوى على يوتيوب مثلا ولا حاجه الموبايل ده هينفعك جدا. ودي تجربه تصوير فيديو 4K 120 فريم يا جماعه، 4K 120 فريم. الموبايل هيظلم المنطقه. ليش؟ طبعا اكيد لانه فيش اضاءه، هيظلم. لازم تعطيهم انت قصدك هيظلم دي اللي هيظلم يعني؟ يعني نعم. طبعا عزيزي المشاهد لو بتتفرج لحد الثانيه دي فانت اخويا ورجوله، اقسم بالله بكمل الفيديوهات للاخر، ما بتسيبنيش اكمل الفيديو لوحده. وعشان اعرفكم واحد واحد انزل دلوقتي حالا في الكومنتات اكتب لي عشا حكيم، اي حد يكتب عشا حكيم عارف انه وصل للثانيه دي، واعمل له لاف وريبلاي كمان على الكومنت بتاعه. شكرا جدا يا صاحبي والله. وبالمره لو لسه ما عملتش لايك للفيديو فلو سمحت اعمل لايك للفيديو دلوقتي حالا. اما بالنسبه للكاميرا السيلفي هنا فهي كاميرا 32 ميجا بكسل اف 2.2، كاميرا ممتازه كسيلفي، مليانه تفاصيل، بتطلعك كويس جدا وحلوه قوي في الصوره، وباينه انها صور نظيفه، يعني باينه انها موبايل فلاج شيب عادي جدا. عايز اقول لك عجباني الصور هنا زي الايفون جدا وزي السامسونج اس 25 جدا، يعني مش حاسس باختلاف عنهم تماما. الصور حلوه جدا بالذات في ظروف الاضاءه الكويسه. طبعا كل ما تدخل في سيناريوهات ضعيفه في الاضاءه كل ما بتبقى الكواليتي بتاعت الصوره اقل والنويز بتبدا تكتر، ولكن اوفرول كده كاميرات الموبايلات دي ممتازه، يعني تقدر ان انت تستخدمها وتعتمد عليها جدا في التصوير. وبالنسبه للكاميرا السيلفي هنا بتصور معاك فيديوهات 4K 30 فريم في الثانيه، ممتازه للفلوجينج. اما دي فتجربه تصوير بقى فيديو بالكاميرا السيلفي 4K 30 فريم، ده اخر الموبايل 4K 30 فريم، واتفرج بقى على الكواليتي بقى والالوان يعني وثبات الفيديو برضه، صوت المايك، يعني تعالى نتست كل حاجه كده في الفيديو ده. انا يعني من هنا عندي في الفيو فايندر كده انا شايف الفيديو حلو، بس مش عارف بقى هتفرج عليه معاكم كده ان شاء الله ونشوف ايه الدنيا يعني. طيب بعد ما اتكلمنا عن كل حاجه تخص الموبايل ال 15 تي برو خليني اقول لك بقى الالوان المتوفره منه وسعره. بص يا سيدي مبدئيا كده اللون المتوفر من الموبايل ده هو اللون الجولد معايا النهارده، ده لون ممتاز ما تفوتوش بصراحه حرام. وعندك لون رصاصي كده شويه ولون اسود، ابعد عن الاسود ما بحبوش، الرصاصي حلو والجولد كمان حلو جدا الصراحه، فخليك في الاثنين دول ممتازين. طيب بالنسبه للاسعار بقى، بص يا باشا سعر الموبايل ده ال 15 تي برو بيبدا من $629 بس للنسخه ال 12 256 جيجا، وعلى فكره ده سعر ممتاز كموبايل فيه نفس امكانيات الفلاج شيبس واعلى منهم في حاجات كتيره جدا، كبطاريه كسرعه شحن كشاشه، كل حاجه موجوده في الموبايل ده حرفيا زيه زي الفلاج شيبس. وعلبته كمان هتجيلك كامله، مش هتبقى مثلا فاضيه زي علب الايفون وزي علب سامسونج، مش هتشتري له بقى شاحن ولا اي حاجه ولا جراب، فبصراحه موبايل موفر عليك كتير جدا. طبعا عندك نسخ اعلى من الموبايل ده، والنسخه الثانيه 12 512 جيجا ب $680، واعلى نسخه ال 12 1 تيرا بايت $734 للنسخه دي. ولكن على فكره يا جماعه الاسعار دي اسعار رسميه، يعني اسعار رسمي من الشركه، والموبايل ده هيتباع باسعار ارخص من كده كمان في السوق، فاهم؟ فخلي بالك يعني الموبايل ده واتقل عليه كام اسبوع هتلاقيه ارخص فعلا، فلا هو صفقه بصراحه. يعني انا شايف بصراحه انت لو عايز تشتري موبايل ده تشتري اول نسخه او ثاني نسخه، فكك من 1 تيرا بايت دي لان انت خلاص هتخش في سعر اعلى كتير، يعني كسر $700. ولكن يعني في رينج 600 وشويه دولار ده ال 15 تي برو هو كسر حرفيا كل الموبايلات الثانيه. يعني الموبايل بصراحه نازل في فئه رهيبه بامكانيات خزعبليه بخامات ممتازه نفس الفلاج شيبس بالظبط وباقل من نص السعر. ليه ممكن تروح تشتري فلاج شيب ب $1200 والموبايل ده موجود؟ انت فاهم؟ الموبايل ده لمين بقى يا باشا؟ الموبايل ده لاي حد كان ممكن يفكر يشتري موبايل فلاج شيب، يعني عنده الاستعداد انه يدفع $1000 في موبايل، ولكن نزل لك الموبايل ده موبايل فيه نفس الامكانيات بتاعت الموبايلات اللي ب $1000 ولكن بنص سعرهم. وفر فلوسك يا باشا وحط فلوسك في جيبك، ما تروحش تشتري فلاج شيب والموبايل ده بجد موجود، انا بكلمك بجد دلوقتي. لكن لو انت عايز موبايل فئه متوسطه، يعني عايز مثلا ماكسيمم $400، لا خلاص الموبايل ده هيبقى اوت اوف بادجت، هيبقى في حته ثانيه، فلا ممكن تروح تشوف لك بدائل ثانيه مثلا من شاومي او من بوكو هتلاقيها في السعر ده برده ممتازه جدا. بس الموبايل ده زي ما قلت لك للناس اللي كانت عايزه حاجه فلاج شيب بس ايه، لا اوبشن اهو دلوقتي اقل من النص وبنفس الامكانيات عادي، فليه لا؟ فاهم؟ بس يا جدعان دي كانت كل حاجه عن شاومي 15 تي برو. مستني اعرف رايك انت تحت في الكومنتس دلوقتي حالا. لو عندك اي سؤال عن الموبايل اكتبوا لي برده في الكومنتس، انا بقرا كل الكومنتس انتوا عارفين وبرد عليها. بس كده تصلوا عليكم وسيبوا الله كبير، ولا كان اخر فيديو جديد. بيس.